السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما تنسيش تشترك في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وصلي على النبي في التعليقات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. تعالوا النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل طاجن بامية. هنشوف بقى ايه. طاجن بامية باللحمة المفرومة، مش قطعة. معانا هنا ربع كيلو لحمة، اما بس لون اللحمه يتغير كده. انا هنا حطيت ايه، حته ليا، عشان احنا بنحبها صراحه في الحياه الباميه، وديها في حته تانية. هنا بقى بصله كده حلوه كبيره، مقطعه مكعبات صغيره. هدوقك، هتاكلي اعملي بالطريقه دي، هتاكلي احلى طاجن باميه. سواء هتعمليه في الحله او هتدخليه طاجن في الفرن، هيبقى احلى طاجن باميه تاكليه. الطعم بقى طعم الباميه بتاع زمان كده، من غير اي افتكاسات ولا اي، مش هنضيف بهارات كتير. هو ملح وفلفل اسمر، ولو عايزه تعلي الطعم شويه حطي مكعب مرق بس ورشه جوز الطيب. تمام. هنديها تشويحه. بعد كده هننزل بمعلقه سمنه. ايوه، انا حبيت اخلي اللحمه تنزل اي حاجه فيها الاول، وبعدين نضيف معلقه السمنه دي. سمنه عاديه مش سمنه بلدي. لو عندك سمنه بلدي عايزه تحطي تمام، ما بتحبهاش يبقى ديت هتوفر معاكي الدنيا كده. هنحط ايه بقى؟ رشه فلفل اسمر اهو. تمام. نحط ايه بقى؟ هنفتح في نص الحله كده حته كده عشان ننزل بفصين التوم دول. عايزاكي بقى تشم ريحه التوم مع البصل. بصي ريحه طبيخ كده، ما يكون واحد جعان يا لهوي يشم الريحه يجوع اكتر. شايفين؟ انا عايزه اشم ريحه التومه دي بقى مع البصل. يا لهوي يا لهوي على الجمال. شايفين؟ لازم تحبي الحاجه كده وانت بتعمليها. حاجه تعمليها بحب تطلع بصي لا قبلها ولا بعدها. شايفه؟ هوطي عليها تستوي شويه وارجع لكم تاني. ادي رشه جوز الطيب، رشه بسيطه. طبعا باميه متفرزه انا سايباها تفك، بس هي عملت في بعضها. وادي مكعب المرق اللي انا قلت لكم عليه. مش هنضيف اي حاجه تانية لحد دلوقتي. طبعا قلبنا الباميه مع اللحمه، ننزل بقى بالطماطم المتسبكه، نسيبها كده مع نفسها شويه. بقى الجمال ده، الجمال عدى الكلام. ايه رايكم؟ طبعا انا سويها تسويه كامله هنا للاسف. كنت ناويه ادخلها في الفرن في طاجن، بس لقيت الطاجن اتكسر مش عارفه ازاي. هوريهولكوا برضه. هزود شويه ميه، بس ميه بتغلي. لو عايزاها حراقه حطي دول، مش عايزاها حراقه ظبطي ملحك بقى ودنيتك. شايفين الطاجن انا بخرجه عشان احط فيه. شايفين الشرخ اللي فيه ده؟ مش عارفه واضح معاكم ولا ايه.
شايفين؟ فلو حطيته طبعا في الفرن هيتكسر وهيوقع الحاجة اللي فيه. فانا هستكفي بقى هعملها في الحلة النهاردة. ايه رأيكم في الجمال ده بقى؟ يا لهوي على جمال الطبق ده يا ولاد، العشق العشق بالنسبة لي. كده حبايب قلبي، يكون نهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.